كده مفيش حاجه احسن من لبن الام، ولكن الالبان البديله واللي بيتقال عليها مجازا الالبان الصناعيه برضه بتنفع في اوقات كتير. خلينا نعرف بسرعه ان لبن الام مفيش حاجه تعادل القيمه الغذائيه بتاعته، يكفي ان كل حاجه هي بتاكلها بينزل منها جزء كبير جدا في اللبن، تغذيتها كويسه، فيتامين دي هينزل، الاوميجا هتنزل، وحتى الحديد لو مربوط باللاكتوفيرين هينزل. ده غير كمان الكالسيوم اللي جاي من عندها، بالذات لو هي كمان تغذيتها كويسه فكميه الكالسيوم هتكون كويسه. ده الجانب التغذوي، ده غير الجانب الثاني الخاص بالجانب المناعي. احنا عندنا كرات دم بيضاء بتنزل معانا، بينزل معانا الكولوستروم اللي بيكون في لبن السرسوب بتاع اول 6 ل 12 ساعه، غير الاجسام المضاده اي جي اي والاي جي جي، دول كمان بينزلوا هم كمان في لبن الام، فبيقدم للطفل مناعه رائعه جدا. ده غير بعض السكريات اللي اسمها الاتش ام اوز او الهيومن ميلك اوليجوساكرايدز، ودي اللي بتساعد بشكل قوي جدا في الهضم وبتقلل معدلات الانتفاخ عند الطفل. عشان كده عاده الاطفال اللي بترضع طبيعي صعب يجي لها التقلصات او يجي لها النزلات المعويه المتكرره، بيكون عندهم مناعه الجهاز الهضمي افضل بكتير، غير كمان ان لها تاثير غير مباشر على مناعه الجهاز التنفسي، وبتزود كمان نمو البروبايوتكس عنده. ده جزء صغير خالص من المزايا اللي موجوده في لبن الام. نفتكر دايما ان صحتنا وصحتهم اهم.